بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكذوبة عودة الخطوط الجوية العراقية إلى أوروبا ورفع الحظر عن الخطوط الجوية العراقية يتم تسويقها إلى الجمهور بشكل غريب، يعني بشكل فج. يعني أنا ما قاعد أتخيل أكو سلطة حاكمة تستهزئ بشعبها وتسوق معلومات كاذبة كما تفعل السلطات العراقية. قبل يومين ثلاثة أعلن وزير النقل أن الخطوط الجوية العراقية ستعود إلى سماء أوروبا يوم الأحد القادم، المفروض بداية هذا الأسبوع، وتناولتها وسائل الإعلام. لكن الحقيقة وين؟ شنو اللي صار؟ هل عادت فعلا الخطوط الجوية العراقية لأوروبا ورفع الحظر؟ طبعا لا، هذه أكذوبة كبيرة. لم يحصل أي شيء من هذا القبيل، لأن ما قاعد تعالج المشاكل الأساسية اللي منظمة الطيران الدولية شخصتها بالعراق. ما قاعد يشتغلون. اللي صار شنو؟ انه الخطوط الجوية العراقية وقعت عقد مع شركة تركية اسمها أطلس جلوبال، انطتها طائرتين ايرباص 320 سعة كل واحدة 165 راكب، اشترتها الخطوط الجوية العراقية عام 2012، يعني طائرات حديثة. انطتهم الى هاي الشركة حتى تشغلهم، مقابل اعطاء مبلغ يقدر ب 300 ألف دولار شهريا عن كل طائرة، يعني الطائرتين 600 ألف دولار. طبعا الطواقم والطيارين راح يكونون أتراك، الشركة المشغلة راح تكون تركية، عمليات الصيانة راح تجري في تركيا مو في العراق، والخطوط الجوية العراقية تتحمل تكاليف الوقود وتتحمل طبعا الصيانة. وقعوا لها أيضا عقد خاص مع هاي الشركة اللي هي جلوبال، أطلس جلوبال تركيا، وراح ينطون أيضا الأمور اللوجستية الثانية، يعني طعام على متن الخطوط، على متن الطائرات والرحلات، كل ما يتعلق راح توفر الخطوط الجوية العراقية. فقط شغلة واحدة راح تسويها الخطوط التركية، هاي شركة أطلس جلوبال، إنه راح تدفع رواتب العاملين بالطائرة، وهاي مزيد بالطائرتين عن 100 ألف دولار شهريا، بمعنى أكو ربح صافي مقداره 500 ألف دولار، نصف مليون دولار شهريا لهذه الشركة. أي شخص عراقي طيار أو مضيف يريد يشتغل على هذين الطائرتين حصرا لازم يحصل إجازة ممارسة مهنة من سلطة الطيران التركية، لأن ذن الطائرتين الجهة المشغلة إلهن تركيا مو العراق. واحد يقول مو الشعار راح يبقى على الطائرة. المطارات بالعالم ومنظمة الطيران الدولية لا تهتم كثيرا لنوع الصبغ اللي مخليه انت على الطيارة، مو مهم، والشعار رافعة. تهتم للمستند اللي تستلمه من تنزل الطائرة بأي مطار. يعني مثلا إذا طار العراقية، الخطوط الجوية العراقية، هاي الطائرة تريد تروح إلى مطار مالمو في السويد، تخاطب المطار يقول له احنا شركة طيران أطلس جلوبال التركية، ما يقول له احنا الخطوط الجوية العراقية، تسمحوا لنا بالهبوط؟ لأن الحظر اللي صار من قبل الاتحاد الأوروبي على شركة الخطوط الجوية العراقية، مو على الطائرات ولا على الموظفين الطيارين. اكو شخص اسمه عقيل الربيعي مرتبط مع وزير النقل بالوكالة عبد الحسين عبطان والمجلس الأعلى، هو الوسيط في هذه الصفقة. طبعا شركة أطلس جلوبال قبل ما توقع هذا العقد أيضا حصلت على امتياز زيادة الرحلات العراقية، زيادة الرحلات من العراق إلى تركيا. تعرفون أنتم الدول اللي تحترم نفسها وتقوي صناعتها الوطنية وسياحتها شو تسوي؟ تخلي اكو عدد محدد من الرحلات للشركات الأجنبية، وتعطي العدد الأكبر لمن؟ الشركات الناقلة الوطنية، حتى تشغل الناس. لأن إذا قلت عدد رحلاتك شو راح يصير؟ راح تزيد الأسعار، فالناس راح تتركك، راح تروح الآخرين. فلازم من توقع بروتوكول لازم تاخذ بنظر الاعتبار انه الى عدد رحلات انا ينطلق من العراق كثير من المسافرين الى تركيا، مو العكس. بس الجماعة سووا انطوهم رحلات اضافية على حساب الخطوط الجوية العراقية اصلا. فهمتوا؟ اذن اللي صار شنو؟ اكذوبة كبيرة. قالوا رجعت الخطوط الجوية العراقية، فعلا هي ما راجعة. هذا دليل فشل. دول الناس ما قاعد يحركون المياه الراكدة، ما قاعد يشتغلون حتى يعالجون المشكلات الأساسية. هذه المعلومات أنا أخليها برسم هيئة النزاهة والمدعي العام. روحوا حققوا، شوفوا هاي المعلومات دقيقة أو لا. الخسارة اللي نخسرها 500 ألف دولار شهريا، 600 ألف دولار شهريا، مين يتحملها؟ غير الوقود، غير الصيانة،
ليش وصلنا إلى هاي المرحلة؟ ليش أموالنا تهدر بسبب فاشلين يستلمون وزارة النقل من فاشل إلى فاشل؟ هذا البرلمان اللي ما عنده شغل وعمل 328 نائب، انتم حريصين المفروض نصير على أموال الشعب العراقي. الوطنية مو أغنية، الوطنية سلوك وممارسة، وأفضل سلوك للوطنية أنه تقمعون الفاسدين وتقعدوهم في بيوتهم. قاعد يروج للناس كذبة عودة الخطوط الجوية العراقية وهي ما صايرة. راح أعيد باختصار. الخطوط الجوية العراقية اتفقت مع شركة اسمها أطلس جلوبال التركية، انطتها طائرتين ايرباص 320 اشترتهم الحكومة العراقية عام 2012. سعة الطائرة الواحدة 165 راكب. راح يشتغلن ذني كأنها طائرات تركية مو طائرات عراقية، فقط الشعار مال الخطوط الجوية العراقية. بس كل الأوراق والمستندات وكل ما يتعلق بهذه الطائرة يحمل ختم وتوقيع ويحمل شعار الشركة التركية. لذلك إخوان رجاء لا تصدقون من يقول أن الخطوط الجوية العراقية عادت. المشاكل ما زالت موجودة، وذولا أما غير راغبين، وأنا أعتقد أنهم غير راغبين بالحل من أجل أن تشتغل شركاتهم الأهلية مثل فلاي بغداد وغير فلاي بغداد، وأما أنه ذولا فاشلين جدا لدرجة ما قاعد يحاجون المشكلة الأساسية اللي موجودة واللي مثبتها علينا منظمة الطيران الدولية. أكرر إلى هيئة النزاهة، هذا الفيديو في عهدة هيئة النزاهة وفي عهدة الادعاء العام من أجل التحري واستقصاء المعلومات. 600 ألف دولار شهريا تهدر بسبب الفساد والفاسدين في وزارة النقل.